أهلا وسهلا بكم في القناة. اليوم حبيت نشارككم خبر حزين وصادم هز الوسط الفني العربي، ويتعلق بوفاة الفنانة السورية القديرة هدى الشعراوي، المعروفة بدورها في مسلسل باب الحارة بشخصية الداية أم زكي. الخبر في حد ذاته مؤلم، لكن ما زاد من صدمته هو الطريقة التي رحلت بها هذه الفنانة، حيث تشير معطيات متداولة أن الوفاة وقعت داخل منزلها في العاصمة دمشق من طرف خادمتها، وفي ظروف ما تزال إلى حد الآن غير واضحة بالكامل، مع وجود شبهة جنائية بحسب ما تداوله إعلاميا. من وجهة نظري الشخصية، هذه الحادثة لا يمكن التعامل معها كخبر عابر فقط، بل تفتح بابا للنقاش حول وضع الفنانين الكبار في السن، خاصة أولئك الذين ابتعدوا عن الأضواء في سنواتهم الأخيرة. كثير من الفنانين قدموا أعمال خالدة، لكنهم يعيشون في صمت وأحيانا في عزلة دون أن ننتبه لما يمرون به. كما أن تداول تفاصيل القضايا الحساسة بهذه الطريقة يفرض علينا كمحتوى إعلامي على اليوتيوب أن نكون حذرين، وأن ننتظر نتائج التحقيق الرسمية بدل الانجرار وراء الإشاعات والعناوين الصادمة فقط من أجل المشاهدات. هدى الشعراوي ستبقى حاضرة في ذكرى الجمهور من خلال أعمالها التي تربى عليها جيل كامل، وأي حديث عن تفاصيل ما حدث يبقى من اختصاص الجهات المختصة وحدها. واجبنا اليوم الترحم عليها واحترام مسيرتها وعدم المتاجرات بمآساة إنسانية مؤلمة. رحم الله الفقيدة، وألهم أهلها ومحبيها الصبر والسلوان. وفي الأخير، إن كان عندكم رأي أو تعليق محترم حول هذا الموضوع، مرحبا بكم في التعليقات.